السلام عليكم، يسعد لي مساكم وصباحكم حسب توقيت المشاهدة، ويا أهلا وسهلا بكل متابعينا الطيبين من كل مكان. اليوم وجبتنا غير شكل، المندي الحضرمي اليمني على أصوله. هذا الجدر فوق لحم والجوا مندي المتبل. هسه راح نفتحه ونصبه. هذا السيليكون، هاي على الطريقة اليمنية الأصلية، سويته عينا. ويلي يا سلام، شوف شلون بخار عليه. هذا اللحم الملفوف بورق الزبدة، هسه راح نحطه هنا وهذا حار. ويلي هذا شوفوا الجذر شلون مزرف. حطيت السيليفون وزرفته، حطيت اللحم فوقه. هسه راح نفتح السيليفون الطبقة الثانية اللي هو الوجبة الرئيسية، المندي. وين شوف البخار، يا سلام، والريحة تموت. هذا المندي هذا شوفوه، بعده جاي يبخر، بعده حار، زعفران وحبشكلات وياه. هسه راح نصبه. نسويه مثل الدولمة، شلون نقلب الدولمة بس لا تنقلب النوب. بسم الله بسم الله. شلون عيني والريحة يابه. هذا المندي اليمني، طلعا ملاعيب العيد، انه بصرة. وهذا اعواد القرفة او الدارسين وورق الغار. شلون عيني ريحة فشي. نفتح اللحم، شوف البخار. هذا الزند، هذا الدهن مالته. هذا الزند يا يابا شلون صاير، شوفوا ليال الزند. اقعد هنا، نفتح الثانية ايضا. بعده بدهنه والتتبيلة مالته فشي. شوفوا لي يا عيني. وهذا المندي الحضرمي اليمني على اصوله. مندي تمن او رز مطعم بالزعفران والنوم وبصرة وورق الغار. هذا ورق الغار وين اختفى، هذا مدفون، هو مقطع انتشر بالتمن هاي الثانية. وايضا اعواد الدارسين وياه، واللحم فوقه. طريقة الشوي الجدر اي طنجرة مثل ما سموها، ينحط بيه التمن المتبل او على الطريقة اليمنية. ينحط السيليفون اللي هو ورق القصدير الالمنيوم مثل ما يسموه، يتزرف. نحط اللحم يلف بورق الزبدة وفوقه السيليفون، يدخل بالفرن تقريبا من ساعتين الى 3 ساعات، تظلون تراقبوه. جاهز عندنا المندي، واليوم راح اجربه بالعسل، عسل السدر.
العسل، صار لي هواي ما ماكل لحم بالعسل. فر المنسف هيج حتى شنو اتناوش هذا الزبد. قبل ما نبدي بالاكله صب اللبن، هي الروبة، عندنا الثلج، ثلج بالصيف كله ثلج، ليمون، انا اعشق بالليمون. اللبن اذا مو ليمون ما اشربه او مو طيب، وكل من حسب رغبته مثل ما يحب. هذا اللبن الاصلي. لبن ومكعبات الثلج. حاضر تعرفون راح تدمر بالاكل، انت واحد يشرب راحته. شوفوا لي شلون ذايبه. صار حلقوم نغمسها بالعسل، وبعدين ندير شوية رشة عالتمن. ويلي هاي بالعسل. بسم الله. يا سلام على الطعم، شلون طعم بوي. الذوب ذوب. نجي على المندي. هذا العسل عدير عليه، غرقت بالعسل. يا سلام على الطعم. لبيت العسل والمندي حار، ضور نزل لي جوا. عسل ولبن، نعم. كل شي رحم عندي. هاي الأكلة تشتهر عند اخواننا باليمن، وسبب تسمية المندي اللي هو اللحم وجوا التم من الرز، يندي من عند اللية الدهن، يصير طعم الرز او التمن بطعم اللحم او اللي يندي عليه. يحطوه بافران وتنانير جوا القاع. ومشتهرة هاي الأكلة مو بس باليمن، هي اشتهرت من عندهم، منتشرة بكل شبه الجزيرة العربية.
مصر وفلسطين والسعودية. شلون زند ذايب. شوفوا هاي العضل، جمار هذا جمار. ذايب. شلون بنكهة، طعم رهيب. شوفولي هاي شلون راح تتفسخ، بقى بس العظم مع البخار جاي يطلع منها. ايضا هاي القطعة. عوايدي شلون طعم، النكهات ايش داخله ببعضها، الهيل والزعفران والدارسين. صراحة حبيت طريقة الشو مالته، ينحط فوق التمن بالسيليفون وياخذ البخار ويسحب الدهن مالته والنكهات كلها، يعني صدق ينطيه طعم وريحة. وهاي بالعسل لعيونكم. انه بشوار بتدمر التبن، هذه بالاكل ماكو حرج. المندي الحضرمي كلش طيب لان بيه هواية تشكيلات وبيه هواية نكهات
وترتيبه كلش حلو. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبتكم الوجبة. لا تنسون الاشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو اللايك، وانتظرونا فيديو جديد، ونقول لكم في امان الله.